تعمل ايه لو حصل ماس كهربائي في البيت؟ اول حاجه ما تلمسش اي جهاز ولا سلك حتى لو الكهرباء شكلها قطعه. اوعى تقرب بايدك. افصل الكهرباء من القطع الرئيسي العمومي فورا، ده بيوقف التيار من المصدر ومش بس من الفيشه. تاني خطوه، لو الماس حصل بسبب ميه زي ارض غرقانه او فيشه مبلوله، اوعى تقرب من الميه برجلك او بايدك. الكهرباء ممكن تمشي من الميه وتكهربك فورا. استخدم قطعه خشب مقشه او اي حاجه بلاستيك تبعد بيها الجهاز او الفيشه من غير ما تلمس الميه. تالت خطوه، افتح الشبابيك عشان تهوي المكان كويس وتقلل تركيز ريحه الشياط، وابعد الاطفال واي حد مش محتاج ان هو يكون موجود في المكان. رابع خطوه، لو في جهاز بيطلع شراره او دخان بعد ما تكون قفلت العمومي، اسحب الفيشه من بعيد وبهدوء. لو النار بدات، استخدم طفايه بودره او طفايه CO2. اوعى تستخدم ميه نهائيا، الميه بتزود قوه الكهرباء وبتنشر النار في كل مكان. خامس خطوه، بص حواليك على الاسلاك والحيطه، لو شايف سواد سخونه او بلاستيك سايح ده معناه ان الكهرباء كانت زياده، فما ترجعش الكهرباء من نفسك. سادس خطوه ودي خطوه مهمه جدا، لو الماس حصل في المطبخ او الحمام اخرج فورا واقفل العمومي من بره. الاماكن دي بتبقى فيها ميه كتير وده بيبقى خطر، فبلاش تجازف من فضلك. وخلي بالك الكهرباء مش بتدي فرصه، والتصرف الهادي اول دقيقه هو اللي بيمنع الكارثه. وما تنساش تشارك الفيديو مع اي حد بتخاف عليه.